السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا ديال اليوم هو واحد المعلومة فالتة لواحد مجموعة ديال الناس اللي هاد المعلومة اللي فالتة لهم كتخليهم أنهم يقدروا يحرموا نفسهم من اجتياز الامتحانات أو يحرموا نفسهم من الظروف المواتية والملائمة والمناسبة لاجتياز الامتحانات واللي كيسمح بها القانون. وقبل ما نفصل في الموضوع أكثر، أولا أنا متأكد بأنكم راكم خدامين في استعدادات الامتحانات وأنكم في أحسن الظروف كتستعدوا، وأنا متأكد بأنه المعلومات اللي كتكسبوا وانتم تتراجعوا هي اللي غتخليكم واثقين نهار الامتحان، وفعلا ان شاء الله غادي تكونوا بهذاك الوثوق ديالكم في النفس ديالكم غتحققوا نتائج ايجابيه وقويه في الامتحانات ديالكم. وفي القناه ديالنا غتلقاو الطرق ديال استعداد الامتحان والطرق ديال شنو هي الطريقه المناسبه لك في الحفاظه اللي من هنا المده اللي بقات لك للامتحان. راه كاين طرق عندي وان شاء الله غادي نخرج فيديو في هذه الايام هذه في هذا الموضوع يوضح اكثر الطرق المناسبه للدماغ باش انه يستقبل المعلومات بشكل سلس وسهل. ما نطولش عليكم وندوز للموضوع ديالنا اللي هو المعلومه اللي فالته للناس. وانت كتستعد الامتحان كيوقع واحد المشكل، هو انك تقدر تتعرض لطارئ او حادث او شيء من هذا القبيل. هذه الآفات والله ينجيكم ويحفظكم، ولكن لابد من أننا ناخذ المعلومة وتكون عندنا في راسنا لأنها مهمة. احنا ما تنعرفوش شنو كتجيب الوقت، وملي كتجيب الوقت داكشي اللي ما كنتمناوش كنلقاو راسنا تالفين وما عارفينش اشنو نديرو. اذا ممكن يوقع لك حادث لا قدر الله يعوق مؤقتا الكتابة، يعني يوقع لك حادث ما يخليكش تكتب، مثلا كسر في اليد اللي كتكتب بها أو عملية جراحية أو أي شيء يعوق الكتابة، يعني ماشي بالضرورة غير مشكل في اليد، أي شيء يعوق الكتابة. واش في خبارك بأنه راه ما تحرمش راسك من اجتياز الامتحان تقول لا ما نقدرش نجتاز لأنني ما نقدرش نكتب. راه القانون كيسمح لك بأنه يكون معك مرافق، يكون معك مرافق داخل قاعة الامتحان يقوم بداك الشيء اللي صعيب تديرو انت اللي هو الكتابه. فعلا هذا الشيء راه كاين والقانون كينص عليه، ولكن واحد الكثير ديال الناس ما عارفينوش اش كيقولوا. تيقول لك وصافي لا ولدي كذا خليته العام الجاي، او يمشي يدفعوا الامتحان بواحد يعني طريقه اللي ممكن الدري يحس بانه ما كيأديش الواجب ديالو. علاش؟ لانه عنده اعاقه مؤقته وما قدرش يكتب، وبالتالي تيخرج على راسو والنقاط ديالو كيكونوا سيئين. لا، القانون كيسمح لك ان يكون عندك مرافق. كيفاش هذا الشيء؟ انا نعطيهم لكم بالدليل من خلال مقررات ديال دفاتر مساطر تنظيم الامتحانات الاشهاديه اللي كتصدرها الوزاره كل سنه دراسيه كتنظم فيها الامتحانات، وشنو هي الشروط وشنو هي الامكانيات اللي كتوفرها الدوله للناس اللي عندهم صعوبات سواء اعاقات او غير ذلك. ولكن اليوم غنتحدث على الناس اللي كيكون حادث عرضي، يعني تقرب الامتحان وقع هذاك اللي وقع، كسر في اليد او عمليه جراحيه مكان طارئ. اذا الان غادي نوريكم دليل على ذلك من الاصدارات ديال الوزاره وانتم غادي تشوفوه، وان شاء الله نتمنى لكم غير الخير، ولكن مع ذلك لابد نعرفوا المعلومه بكل دقه. دابا غادي نشوفوا مع الناس اللي عندهم البكالوريا اللي غيدوزوا امتحانات ديال البكالوريا. ها هو المقرر ديال وزير التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه رقم 16/23 الصادر في 10 ماي 2023 مؤخرا بشان دفتر مصادر تنظيم امتحانات بساطر تنظيم امتحانات نيل شهاده البكالوريا. وغادي يتحدث لنا على المشكل اللي ممكن يوقع لاي شخص طارئ، يعني حادث طارئ. انا نشوفوه. إذا بخصوص الناس اللي عندهم بغا يدوزوا امتحانات البكالوريا غنشوفوا الماده 52 من دفتر المصادر المتعلق باجتياز شهاده البكالوريا. تيقول لاحظوا هنا هو السطر المتعلق اللي بغينا نتكلموا فيه: اما المترشح الذي تعرض لحادث نجم عنه عجز حركي عرضي يعيقه عن الكتابه ويمتد خلال مده اجراء الامتحانات. بمعنى تعرض واحد حادث اللي غيمنعه من الكتابه، حادث غيمنعوا من الكتابه، كسر مثلا، وهذا الكسر يعني المنع من الكتابه غيمتد خلال فتره الامتحانات. بمعنى مثلا عنده 20 يوم دخلت فيها الفتره ديال الامتحانات، فيمكن الاستفاده من مرافق
ياك عنده الحق، ويتعين عليه تقديم طلب في الموضوع للمديريه الاقليميه، خصو يصيفطوا المديريه الاقليميه ديال التعليم ديال التربيه الوطنيه قبل انطلاق الاختبارات، على ان يكون هذا الطلب معززا بملف طبي مصادق عليه من طرف طبيب الصحه المدرسيه، وذلك في كل دورة من دورتي الامتحان. بالنسبه للناس ديال البكالوريا هذا يعني ضروري ملف طبي ويكون يعني يكون مصادق عليه من طرف طبيب الصحه المدرسيه. اذا هنا تيبان لك عندك الحق في مرافق. شنو هي شروط المرافق؟ هي الفوق كاينه. ويشترط في المرافق ان يكون سنه اقل من 16 سنه وان لا يتجاوز مستوى الدراسي الجذع المشترك مع الادلاء لزوما ضروري بشهاده مدرسيه حديثه تحمل صورته وتثبت مستواه الدراسي اللي هو ما خصوش يكون تتجاوز المستوى الدراسي في الجذع المشترك، وكيعطيوه ترخيص مكتوب فيه التصويره ديالو وموقع من طرف المديريه الاقليميه للتربيه الوطنيه. هذا ما يخص الناس ديال البكالوريا. نشوفوا الان مستويات اخرى. الان غادي نشوفوا المقرر ديال وزير التربيه الوطنيه اللي صادر رقم 17/23 صادر من 10 ماي يعني مؤخرا، تا هو في شان دفتر مساطر تنظيم امتحانات هذه المره لنيل شهاده السلك الاعدادي، وتا هو نشوفوا واش كيفتح لنا المجال نستافدوا او يستافد اي شخص تعرض لعارض كيمنعوا عن الكتابه. انا نشوف شنو يقول لنا دفتر المساطر. اذا هنا دفتر المساطر المتعلق بنيل الشهاده ديال الاعدادي اش تيقول لنا في الماده 40؟ تيقول لنا وبالنسبه للمترشح والمترشحه الذي تعرض لحادث نجم عنه عجز حركي عرضي وقع له مشكل تهرس بيده مثلا يعيقه عن الكتابه ويمتد خلال مده اجراء امتحانات، يعني اعطاه الطبيب بانه عنده شهاده طبيه وهذيك الشهاده الطبيه فيها مده العجز واصلح حتى داخل فيها وقت الامتحانات، فيمكن الاستفادة من مرافق بناء على طلب في الموضوع للمدير الإقليمي قبل انطلاق أولى الاختبارات، على أن يكون هذا الطلب معززا بملف طبي مصادق عليه من طرف طبيب الصحة المدرسية. صافي واضحة الفكرة. وراه كاين الشروط كيفاش كيكون المرافق في هذا مثلا إعدادي خصو يكون في عمره لا يتجاوز 13 سنة وما داش ثانية إعدادي، يعني مستوى ما تجاوز ثانية إعدادي. الان حنتوما شفتوا اللي في هذه الحاله الله ينجيكم يستافد ما يخليش الوضعيه تضيع منه. الان غادي نشوفوا الحاله ديال الشهاده يعني الابتدائيه. الان غادي نشوفوا واش حتى الناس اللي عندهم نيل شهاده الدروس الابتدائيه واش عندهم الحق يستافدوا من هذيك الوضعيه اللي ممكن يكون عندهم عجز حركي عرضي قبل الامتحانات، يعني جاهم وعندهم المده الزمنيه كتدخل فيها فتره الامتحان. غنشوفوا المقرر ديال وزير التربيه الوطنيه رقم 18/23 صادر 10 ماي تا هو صدر غير مؤخرا في هذا الشهر هذا بشان دفتر مساطر تنظيم امتحانات نيل شهاده الدروس الابتدائيه. بالفعل كاينه في الماده 27 من دفتر المساطر المتعلقه بنيل شهاده الدروس الابتدائيه فعلا كاين هذه القضيه ديال انه اي واحد تعرض لحادث عرضي يعوق يعني الكتابه عنده انه يستافد من واحد الرخصه او واحد ظروف استثنائيه كتعطيها له القانون. القانون اللي كيعطيها لك ها هي تقول بالنسبة للمترشح والمترشح الذي تعرض لحادث نجم عنه عجز حركي عرضي يعيقه عن الكتابة ويمتد طيلة مدة إجراء الامتحان، فيمكن الاستفادة من مرافق وفق المواصفات المذكورة أعلاه، وذلك بناء على طلب في الموضوع للمدير الإقليمي أو المدير الإقليمي قبل انطلاق أولى الاختبارات، على أن يكون هذا الطلب معزز بملف طبي مصادق عليه من طرف طبيب الصحة المدرسي. أي الوليدات اللي عندهم الشهادة الابتدائية وغيدوزوا الشهادة الابتدائية وحصل له عارض مؤقت يعوقه عن الكتابة فإنه من حقه أنه يلجأ يكون معاه مرافق ليقوم بالكتابة في المكان ديالو، وهذا كينص عليه القانون. فما تفلتوش وما تفرطوش في وليداتكم وتقول بأنه لا راه ما يعرفش ولا نخليه لا ماشي، يعني حاول تساعد ولدك. وهنا غنقول لكم المرافق لان قال لك في الشروط اعلاها هو المرافق ان يكون سن المرافق الوليدات ديال الشهاده الابتدائيه المرافق ديالو ان يكون سن المرافق اقل من 12 سنه وان لا يتجاوز المستوى الدراسي الخامس ابتدائي مع الادلاء لزوما بشهاده مدرسيه حديثه تحمل صورته وتثبت مستواه الدراسي. اذا في حاله لا قدر الله ونتمنى يكون غير الخير لوليداتكم، بحال الا وقع شي مشكل كسر او شي حاجه اللي غتمنع الولد ديالك من الكتابه والمده ديال العجز داخله فيها فتره الامتحان، فمباشره غتدي الملف الطبي ديالك للمديريه الاقليميه ديال التربيه الوطنيه وغادي تقول لهم بان الولد ديالي او البنت ديالي ها المشكل اللي عنده باش يسمحوا لك بمرافقته، يعني شخص يكون في المرافقه ديالو.
بكل تاكيد ان شاء الله يكون غير الخير. فقط هذه معلومه ما خصهاش تفلت لكم، ما خصهاش تفوتكم، لانها مهمه. وحنا من طبيعه الحال الحماسه ديالنا كتخلينا نقدروا نتوقعوا حتى الاشياء السيئه باش نبقاو دائما، لان ولدك غيكون تيوجد الامتحانات وغادي بخير يوقع الحديث بحال هكا، فما خصوش يتحرم، بل العكس يقدر ينجح في ظل تلك الظروف. انتظرونا في مواضيع كثيره جدا. تحياتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.